السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده إن شاء الله روتين هنفرّز مع بعض الكرنب، أول تفريزاتنا لرمضان إن شاء الله، وهنعمل مع بعض الغدا والحلو كمان. تابعي بقى معايا الفيديو للآخر، وإن شاء الله يعجبِك وتستفيدي. وأول حاجة كده بدأت بيها كنت جايبة كده حوالي 5 كرنبات، كان حجمهم كده صغير وسعرهم كمان حلو جدًا. أخدتهم كده الأول وبدأت كده أشيل الجزء اللي فوق ده. الطريقة دي كده أسهل طريقة عشان طبعًا أنا هاسلقها كده كلها في الحلة كده مرة واحدة. وده طبعًا عشان حجمها كده صغير، ولو حجمها كبير معاكِ برضه بتشيلي كده الورق اللي برّه، وبتصغّريها كده على قد ما بتقدري عشان تدخل كده في الحلة مرّة واحدة، هيسهّل عليكِ كده كتير في السلق. بعدين بقى خدتهم كده وغسلتهم كده في الحوض كويس جدًا، وسِبتهم بقى كده على الرخامة يتصفّوا شوية. في الوقت ده بقى كنت حاطة مَيّة عشان تغلي على النار، ضِفت لها بس ملح وكمون، ولمّا بتغلي بقى باضيف فيها كده الكرنب زي ما إحنا شايفين كده مرّة واحدة. يا دوب بس كده ألاقي الورقة طريت معايا، يعني يا دوب كده ألاقيها تبقى طرية على طول باطلّعها، وباحطها في مصفى زي ما إحنا شايفين كده. باخلّص بقى كده كلّه بنفس الطريقة، ما باسيبهاش تستوي سِوَى كامل، عشان طبعًا أنا باحطها كده في المصفى ومش هاغسلها خلاص بمَيّة باردة، باسيبها كده بقى بالمَيّة السخنة كده بتكمّل كمان سِوَى شوية، وكمان الفريزر بيسوي برضه الحاجة أكتر. فيا دوب كده نلاقي الورقة طرية، يا دوب كده نطلّعها على طول. أهم حاجة كده إن إحنا نطلّعها كده على مصفى عشان تصفّي كده أي مَيّة فيها، وبجد مش هياخد معاكِ وقت خالص. من أحسن التحضيرات اللي ممكن تعمليها واللي بتسهّل عليكِ كتير هو ورق الكرنب، يعني من التحضيرات الضرورية تبقى موجودة في الفريزر، لمّا تحبي كده تعملي محشي على طول كده هتطلّعي الورق وهتجهّزي الخلطة، بجد هيسهّل عليكِ كتير. خلاص بقى خلّصت كده كل الكمية وحطيتها في مصفى زي ما إحنا شايفين كده، وباسيبها لحد ما تصفّي مَيّتها خالص، ومش بابدأ أحطّه في العلب أو الأكياس إلا لمّا يصفّي مَيّته خالص، يعني باتأكد إن هو اتصفّى خالص من المَيّة. دي خطوة طبعًا ضرورية جدًا في تفريز أي خضار، إنِّك تتأكدي إن هو اتصفّى من المَيّة. يعني أنا سِبته كده فترة طويلة على كده رخامة المطبخ لحد ما اتأكدت إن المَيّة اتصفّت منّه، وبعدين بقى بدأت كده أجيب العلب أو الأكياس بقى زي ما تحبّي، وبدأت أقطّع زي ما شُفنا كده. الطريقة دي سهلة جدًا، بنعمله كده لرولات وكل رول كده بنبدأ بقى نقطّعه وقت كده ما بنستخدمه. باشيل بس كده الجزء ده زي ما إحنا شايفين، وبنخلّص بقى كده كلّه بنفس الطريقة. بتحطيه بقى كده في العلب أو الأكياس للتفريز. أنا بافضّل كده العلب دي أحسن من الأكياس بكتير، كمان أوفر بكتير من الأكياس، يعني بتستخدميها كذا مرّة، وبتبقى كمان منظّمة أكتر وشكلها حلو في الفريزر. وعملت كمان جزء حطيته كده في علبة كبيرة، وكمان جزء حطيته كده في علب صغيرة. يعني العلب الكبيرة دي لو حابة تعملي مثلًا محشي كرنب لوحده، والعلب الصغيرة ممكن تعمليها مع محشي مشكل، زي ما تحبي بقى دي أفكار. وهاخلّص بقى كل الكمية بنفس الطريقة، وما شاء الله الكمية طلعت كويسة جدًا، رغم إن الكرنب معايا كان حجمه صغير، لكن ما شاء الله طلعت معايا الكمية دي كلها. عملت كده العلب الكبيرة والعلب الصغيرة دي كده لو حابة بقى أستخدمها مع محشي مشكل، أو كده جنب أي أكلة تانية، طبعًا هيسهّل بقى علينا كتير. وقفّلت بقى كده كل العلب زي ما إحنا شايفين كده، وهابدأ بقى أشيلها كده في الفريزر. ونيجي بقى هنا على الغدا، هنعمل بقى اليوم ده كده أكلة تكون سهلة وسريعة، بما إننا طبعًا وقفنا بقى كتير في المطبخ، فلازم نعمل أكلة كده تكون سهلة وسريعة. أي يوم تفريزات أو بتعملي فيه حاجة كده اعملي كده. جبت حلة على النار سلقت فيها كده كيس مكرونة، ولمّا اتسلقت معايا حطيتها كده في مصفى عشان تتصفى. هنبدأ بقى نعمل الصلصة. ضِفت كده مكعب من الزبدة أو السمنة أو الزيت زي ما تحبي، ضِفت عليه كده بصلاية فرماها أو مقطعاها كده قطع صغيرة، سِبتها لحد كده ما تاخد لون أو تتشوح معايا. ضِفت عليها معلقة صغيرة من التوم، وهاشوحهم كده كويس لحد كده ما ياخد لون، وبعدين بقى هانزل عليه بالطماطم ضرباها في الخلاط. هاتبلها بقى بشوية من الملح والفلفل الأسود، شوية من الكمون والكزبرة الناشفة، ضِفت كمان مكعب من المرقة، باضيف كمان شوية صغيرين كده من القرفة. هاقلّبهم بقى كويس وهاسيب بقى الصلصة لحد ما تتسبِّك معانا. وخلاص هنا كانت اتسبِّكت الصلصة. في الآخر بقى باضيف لها كده معلقة كبيرة من الخل، وباقفل بقى عليها النار. وفي الوقت ده بقى طلّعت كيس أو طلّعت كده شوية من البرجر، وده برجر اللحمة اللي عملناه مع بعض في القناة، من التفريزات أو التجهيزات اللي تسهِّل عليكِ بقى كتير في وقت زي ده. يا دوب كده بنطلّعه وبنحمّره كده في شوية صغيرين من الزيت، وضِفت بقى خلاص في الآخر المكرونة على الصلصة، وبنقلّبها كده وقت التقديم، وخلاص كده بيكون الأكل جاهز معانا.
كان تحفة ما شاء الله وسهل جدا، يعني بجد ما اخدش معايا وقت خالص في تحضيره. باضيف بقى كده البرجر على المكرونة، وقدمت بقى الأكل بالشكل ده كده كله كده في طبق واحد، من غير بقى مواعين كتير كده ولا غلبة، وكان تحفة ما شاء الله. بجد الأكلة كانت جميلة جدا وكمان سهلة جدا، ما أخدتش معانا وقت خالص. وطبعا التفريزات والتجهيزات دي بتسهل علينا كتير زي ما قلنا. وندخل بقى على الحلو، مش هننسى بقى اليوم ده كده نعمل حاجة حلوة، وتكون كمان عشا كده خفيف جنب كوباية كده شاي بحليب. ما كانش عندي غير بيضة واحدة وكمان كوباية دقيق، عملت بيها حاجة حلوة جدا. جبت البيضة حطيتها كده في بولة، وحطيت عليها كوباية الا ربع من السكر. قلبت بقى كده البيضة كويس جدا مع السكر لحد ما لونها يبقى فاتح زي ما احنا شايفين كده. وبعدين هضيف عليها نص كوباية من الزيت. هقلب برضو كده كل المكونات دي لحد ما تختلط كده كويس. بعدين بضيف لها نص كوباية من اللبن ونقطة كده من الفانيليا. بنقلب بقى كده كويس لحد ما يختلطوا كويس، وبعدين بقى هضيف الكوباية الدقيق في الآخر. ودي كده كوباية من الدقيق بنخلها الأول زي ما احنا شايفين كده، وبضيف عليها معلقة كبيرة من الكاكاو الخام. ضفت كمان عليها معلقة صغيرة من البيكنج باودر، دول كده كان آخر شوية في الكيس حوالي كده معلقة صغيرة. ضفت كمان رشة ملح، وهقلب بقى كده كل المكونات دي كلها مع بعض. طبعا احنا ما استخدمناش خلاط ولا اي حاجة، وطلعت بجد معانا تحفة جدا. جبت بقى قالب الكيك او اي قالب عندك او اي صينية، بس يكون طبعا حجمها صغير، وده طبعا عشان الكمية معانا صغيرة. ضفت بقى كده خليط الكيك في الصينية. الاول دهنتها بشوية من الزيت ورشيت كده عليها شوية دقيق، وبنزل بقى كده خليط الكيك. بدخلها بقى الفرن يكون سخن على درجة حرارة كده 180، بتقعد كده حوالي نص ساعة. وده كده بيكون شكلها معانا. قلبتها بقى كده بالشكل ده، حطيت كمان عليها شوية من صوص الشوكولاتة زي ما تحبي بقى التقديم. وكانت ما شاء الله تحفة جدا، طعمها كمان كان حلو قوي، وكمان هشة كده واسفنجية من جوه. هنقطع كده قطعة عشان نشوفها كده من جوه. وبجد تحفة جدا، طعمها حلو قوي، وما استخدمناش فيها مكونات كتير، ما استخدمناش كمان فيها خلاط ولا مضرب. هي كده بيضة وكوباية دقيق هتعملي بيها كده حاجة حلوة لولادك. قطعت بقى كده قطعة منها، وزي ما احنا شايفين كده طرية جدا، وكمان هي كانت لسه سخنة، يعني كل بقى ما هتبرد معاكي هتبقى متماسكة معاكي اكتر. لكن انا بقى كنت مستعجلة عليها وكانت بجد تحفة جدا، هشة كده واسفنجية وفي نفس الوقت كمان متماسكة. اتمنى بقى تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. وده كده روتيني النهاردة ووصفاتنا السهلة السريعة. اتمنى بقى تكونوا استفدتوا من الفيديو وتشجعتوا كده انكم تفرزوا بقى رمضان ان شاء الله. ما تنسوش بقى لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار باي فيديو جديد. واستنوني في فيديوهات جديدة ان شاء الله ووصفات جديدة، واسيبكم في رعاية الله. سلام عليكم.